لو بتصحى تعبان وبتدوخ وانت واقف ونفسك قصير من اقل مجهود وحاسس ان دماغك مش شغاله زي زمان، خليني اقول لك على حاجه ممكن تغير حياتك. مش شرط يكون كسل ومش شرط يكون ضغط شغل، ممكن تكون الانيميا. بس مش الانيميا اللي في بالك. الانيميا مش نقص حديد. الانيميا دي عالم كبير وفي انواع لو اتاخرت في تشخيصها ممكن تدمر الجسم حته حته. تعال نفهم الموضوع صح. يعني ايه انيميا اصلا؟ الانيميا ببساطه هي مشكله صحيه تعبر عن عدم كفايه خلايا الدم الحمراء بالدم أو محتواها المعروف بالهيموجلوبين. والهيموجلوبين ده هو البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء للجسم. يعني ببساطة إن الدم مش شايل أكسجين كفاية للأعضاء، والأكسجين ده هو البنزين بتاع الجسم. من غيره المخ ما يركزش والقلب يتعب والعضلات تكسر والمناعة تقع والجلد يبهت. علشان كده الأنيميا مش مجرد تعب، دي إنذار خط. في كذا نوع من الأنيميا. أول نوع وأشهرهم هو أنيميا نقص الحديد، وده اللي الناس كلها تعرفه. بيحصل بسبب أكل فقير في الحديد، أو دورة شهرية شديدة، أو الحمل والرضاعة، أو نزيف مزمن من البواسير أو القرحة، أو ضعف امتصاص الحديد من الأمعاء. طب أعراضه إيه؟ إرهاق مزمن ودوخة وخفقان غير منتظم في ضربات القلب، سقوط الشعر، تكسير الأظافر، وشحوب في الجلد. العلاج مش حديد وخلاص، لازم نعرف السبب الأول ونظبط الأكل وندي حديد بجرعة مظبوطة. وفي الحالات الشديدة ممكن نلجأ اللي احنا نعلق محلول حديد. النوع الثاني هو أنيميا نقص فيتامين بي 12، وده نوع خطير شوية لأن هو بيأثر على الأعصاب. أعراضه نسيان، ضعف تركيز، تنميل في الإيدين والرجلين، اكتئاب وعدم اتزان. وفي ناس تمشي تعبانة سنين وبتاخد حديد من غير وجود أي تحسن، لأن المشكلة مش في الحديد أصلا، المشكلة في فيتامين بي 12. وده علاجه اللي احنا لازم ناخد حقن فيتامين بي 12 أو قراص على حسب الحال، ونعرف السبب سواء كان من المعدة أو سوء امتصاص الفيتامين ده. النوع الثالث هو أنيميا نقص حمض الفوليك أو الفوليك أسيد، وده بيحصل أكتر في الستات الحوامل، وده لو ما اهتمناش بيه كويس بيحصل عليه مضاعفات للجنين. النوع الرابع هو أنيميا الأمراض المزمنة، وده بيحصل أكتر في أمراض الكلى والمناعة والسرطانات والالتهابات المزمنة. هنا الحديد بيكون طبيعي بس الجسم مش عارف يستخدمه، وعلاجه اللي احنا لازم نعالج المرض الأصلي. والنوع الأخطر واللي ربنا يشفينا ويعافينا منه هو فشل نخاع العظام. وهنا الموضوع خطر شوية، ناس كتير ما تعرفش إن نخاع العظام هو المسؤول عن إنتاج جميع خلايا الدم، من خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية وكل حاجة متعلقة بالدم. لو المصنع ده وقف الجسم كله يقع، فيكون عندك أنيميا شديدة ونزيف متكرر وكدمات بدون سبب، وده لازم يتعمل له نقل دم بصفة دورية أو زرع لنخاع العظام. وزرع نخاع العظام ده لازم يكون مع شخص متوافق ليه. طب إمتى نوصل لنقل الدم؟ مش أي أنيميا بتحتاج لنقل الدم، إحنا بننقل الدم بس لما يكون الهيموجلوبين قليل جدا، أو في أعراض خطيرة، أو في نزيف شديد، أو فشل في نخاع العظام. خلي بالك نقل الدم ده علاج إنقاذي مش علاج جذري. طب تعمل إيه لو أنت شاكك إن أنت عندك أنيميا؟ لازم تعمل الأربع تحاليل دولت. أول حاجة صورة دم كاملة، تاني حاجة مخزون الحديد، تالت حاجة حمض الفوليك، رابع حاجة فيتامين بي 12. الأنيميا مش تعب وخلاص، دي رسالة من جسمك إن في مشكلة هتأثر عليك واحدة واحدة، وكل ما اكتشفتها بدري كل ما كان علاجها أسهل وأسرع. الخلاصة لو التعب بقى ملازمك وجسمك دايما منهك ما تستهونش وروح اعمل التحاليل وعالج نفسك بدري. أنا الدكتور محمد الأزاز، وخلي بالك من صحتك لأنها أغلى حاجة عندك.